تعالوا نشوف مع بعض هنعمل تورتة لابوبو بالشوجر شيت. لما باجي اطبع صور طبعا ببقى معرفة اللي بيطبع لي انا عايزة الصورة مقاس كام او انا هشتغل على مساحة كام، وهو بيظبط لي الدنيا. طبعا الكيك اللي انا شغالة فيها دلوقتي ديت فاج، ما كانتش اسبونج لان العميلة كانت حابة كده. وبعد كده الكريمة كنت ملوناها بلون لافندر، لون موف، من الوان ماجيك، الوان جel. حطيت عندي الكريمه وابتديت ان انا هوزعها كويس جدا. وعايزه اقول لكم ان اصلا دي من اسهل الاوردرات. لما تشتغلي على اوردر بالشوجر شيت بتكون سهله جدا، لاني خلاص هي واخده المساحه كلها بتاعه الكيك، وبيكون التزيين بتاعها بسيط خالص. ببتدي اظبط الكريمه عندي خاصه في الجناب، انا مش هيفرق معايا اللي فوق لانها الصوره تغطيها كلها. حابه اكلمكم شويه عن السكرابر. يفضل ان انت تستخدمي سكرابر بلاستيك او الاستانلس، بس النوعيه الخفيفه. ما تمسكيش حاجه تقيله في ايدك عشان مش هتبقى احسن حاجه وانت شغاله على الكيك. لو هتلاحظوا هنا ان انا حطيت درجه غامقه شويه من اللافندر في النص كده، حسيتها ان هي تديني تمويجه. وابتديت ان انا اوزعها برضو تاني بالسكرابر، فكان شكلها حلو جدا. هي مش هتكون باينه دلوقتي معايا، لكن لما هتقعد في التلاجة لونها هيكون واضح اكتر. بعد كده همسح عندي البورد، وبعد كده هجيب الصورة بقلبها زي ما انتم شايفين على وشها، واتأكد طبعا ان انا حطاها على حاجة تكون ناشفة ونظيفة. انا حطاها هنا على كرتونة، وحطيت بقى عندي الشوكليت زي ما بقول لكم الشوكليت ما تكونش سخنة، تكون زي دمعة العين كده عشان تتوزع معاكي بكل سهولة. وبعد كده بحطها عندي على طول على الكيك. لكن لو انت مبتدئه وحابه تسيبيها تنشف عشان خايفه ان انت تمسكيها تتبهدل في ايدك، خلاص مفيش مشكله، سيبيها تشمع وبعد كده حطيها على الكيك. وبعد كده هزينها تزيين بسيط زي ما انتم شايفين. هعمل كده باللوزيتات بتاعه الكريمه بلون اغمق شويه زي اللي انا حطيته في النص، هو مش واضح في الكاميرا. وبعد ما عملت روزيتات كبيره هبتدي اعمل روزيتا كده صغيره من جوه. هي ما كانتش موجوده في الصوره اللي هي بعتها لي، بس انا حسيت ان هي هتكون الطف بكتير. وكنت حابه بصراحه اشتغل على الجناب بتاعه الكيك، بس قلت يمكن هي حابه حاجه زي كده وحابه ان هي تكون هاديه، فما رضيتش ان انا ازود حاجه من عندي لان هي ما قالتليش حاجه زي كده. عفوا. ده كان شكل الاوردر بتاعنا بعد ما خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم استنى رايكم تحت في التعليقات، وقولوا لي ايه الحاجات اللي بتقفي فيها في الشوجر شيت، وايه بيكون بالنسبه لك مش اسهل ولا الطف حاجه وانت شغاله عليها، عشان اقدر اساعدك لو انتوا بعد كده في مواقف مثلا بتبقوا مش عارفين تعدوها، ان شاء الله اقدر افيدكم فيها. لو حابين ان احنا نتكلم على حاجه معينه الفيديو الجاي ما تنسوش تكتبوها لي تحت في التعليقات. اشوفكم في اوردر جديد وفيديو جديد. باي باي.